هاد المرض ما كيبانش وما عندوش دواء ساهل. الحقيقة أصدقائي هو حنا مرضى نفسانيين، كنعيشوا 100 إحساس في 2 دقائق. ريل كيخليك تضحك، وتحت منه واحد آخر كيخليك تبكي، ومن بعده واحد آخر كيخليك تحس بالفراغ. ما بقاتش نفس كتلحق، كلشي كيوقع في ثواني. الإحساس مخلط، كنستهلكو بزاف، كنشوفو كلشي، ولكن ما كنستوعبو والو للأسف. في العزا كتلقى راسك ضاحك على شي نكتة وسط جنازة، وفي العرس كتبكي بلا ما تعرف علاش. كتحس راسك ثقيل، خاوي، وشي مرات كاع مبوق. كنقولها بصراحة، حنا مرضى نفسانيين. مبقاتش عندنا مسافة بين المشاعر، مبقاش الوقت كافي نحسو ونفرزو، نفرحو نرتاحو ونحزنو ونسكتو. ولينا آلة كتدخل وكتخرج الإحساس بلا إحساس نفسو. ريلات، ستوريات، دموع، ضحك، إعجاب، مقارنة، غيرة، رغبة، وكل شي في دقيقة. كيفاش بغيتي تبقى صحيح وانت كتعيش عشرات الأحاسيس في ساعة واحدة؟ إلا ما قلتش دقيقة، العقل ما بقى فاهم والو، ما بقى فاهم شنو باغي، والقلب ما بقاش عارف فين يحط الراس. هاد المرض ما كيبانش وما عندوش دواء ساهل. الدواء هو ترجع توقف تسول راسك، شكون انا وسط هاد الزحام؟ شنو كيعجبني بصح؟ وشنو باغي نعيش؟ ماشي غير نشوف. راه اللي ما بقاش عنده وقت يحس، ما كيفقدش غير الاحساس، كيفقد راسو.